إذا كنت في ورطة ما، إلى أي مدى سيكون أصدقاؤك مستعدين لتخليصك منها؟ ربما يقدمون لك المساعدة المادية أو التضامن المعنوي وما إلى ذلك، ولكن هل أصدقاؤك الأوفياء مستعدون لشل حركة مدينة بالكامل من أجلك؟ يبدو أن رفاقا كهؤلاء لا يوجدون إلا في المريخ أو في المكسيك، ولكن شرط أن تكون أوفيديو غوزمان تاجر المخدرات الشهير. طيب يا سيرينا، ما القصة؟ بعد 6 أشهر من المراقبة الدقيقة، تمكنت القوات المسلحة المكسيكية من القبض على أوفيديو غوزمان لوبيز الذي يدير أكبر عصابة لتجارة المخدرات في المكسيك، وهو نجل تاجر المخدرات الشهير واكين غوزمان المعروف باسم الشابو، وذلك مع عدد من أفراد عصابته في عملية عسكرية نفذت فجر الخميس في مقاطعة سينالوا بضواحي مدينة كولياكان غرب المكسيك، وهي معقل عصابة سينالوا للمخدرات التي أسسها والد أوفيديو الشابو المسجون في الولايات المتحدة بحكم مؤبد. أوفيديو غوزمان يبلغ من العمر 32 عاما، ولديه شقيقان آخران من طرف والده هما خيسوس وإيفان اللذان يساعدان في إدارة العصابة أيضا. وبعد القبض على أوفيديو غوزمان، صرح وزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال تفاصيل العملية العسكرية. بعد صد هجوم مباشر، تعرفت قوات الأمن على أوفيديو من بين أعضاء المجموعة الإجرامية تم اعتقالهم أثناء حملهم أسلحة ذات استخدام حصري للجيش المكسيكي والقوات الجوية. بعد لحظات من اعتقاله، أقامت الخلايا التي هي جزء من مجموعته الإجرامية حواجز على الطرق، ونفذت هجمات مسلحة في أجزاء مختلفة من مدينة كولياكان. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جميع المداخل إلى المدينة. ولكن هل مر اعتقاله على خير؟ بالطبع لا، فقد اندلعت أعمال انتقامية من قبل أفراد عصابته، وعمت حالة من العنف في المنطقة، فقام أفراد العصابة بشل المدينة وإشعال النار في المركبات وإطلاق النيران على بعض من الطائرات، من بينها هذه الطائرة التي كانت تقلع من مطار كولياكان إلى مطار مكسيكو سيتي، لكن لحسن الحظ لم يتأذى أحد على الطائرة، إلا أن 3 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات. وقالت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية إن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا ستظل مغلقة لحين عودة الأمن. مشاهدينا، تأتي هذه التطورات قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة إلى المكسيك لحضور قمة زعماء شمال أمريكا الأسبوع القادم، علما أن الولايات المتحدة كانت قد عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته. وقد ساعدت الولايات المتحدة في العملية العسكرية لإلقاء القبض على أوفيديو الملقب بإل راتون أو الفأر، وهذه ليست المرة الأولى مرة يتم فيها القبض على أوفيديو غوزمان، حيث قبض عليه في عام 2019 أيضا، ولكن أعمال عنف مماثلة من قبل العصابة دفعت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إطلاق سراح أوفيديو غوزمان لتهدئة الأمر.